واحدة من أشهر عمليات السطو في التاريخ اللي قام فيها مجموعة من السارقين بالسطو على أحد البنوك الأرجنتينية. السارقين احتجزوا 23 رهينة، وعلى الرغم من دراستهم لأدق تفاصيل المعاملة إلا أن كانت نهايتهم بطريقة غبية. السلام عليكم، معكم حسين من قناة موتيفينر بحلقة جديدة عن قصة سرقة لأحد البنوك الأرجنتينية، واللي كانت أحداثها في سنة 2006. الصحف في ذاك الوقت أطلقوا عليها بسرقة القرن، وكانت تدور أحداث القصة بدولة الأرجنتين لما 4 لصوص اقتحموا بنك ريو الأرجنتيني وقاموا باحتجاز 23 رهينة. اللص الأول واللي تبتدي أحداث قصتنا منه كان فرناندو أروخو. الظاهر فرناندو كان عنده معاناة نفسية لأنه كان يزور الطبيب النفسي بشكل مستمر، وفي واحدة من الزيارات اللي معتاد فرناندو يزورها للطبيب النفسي اعترف فرناندو وقال انه يخطط انه يقوم بعملية سرقة لبنك، ودوافعه في هاي السرقة مو انه يكسب مبالغ مادية، ولكن كان يحس بداخله ان عنده القدرة على صنع تحفة فنية في مجال سرقة البنوك. طبيبه النفسي اخذ وعطى معاه، ولكن في الاخير ما أرى الموضوع اهمية، لانه كان يعتقد ان فرناندو في هاي الجلسة كان محشش، لان فرناندو كان يتعاطى الحشيش، فاعتقد ان فرناندو حاليا تحت تأثير الحشيش او المخدرات، فما أرى الموضوع أي أهمية. بدأ فرناندو بالتفكير بشكل جدي بالطريقة المناسبة اللي ممكن يسرق فيها البنك، بس في البداية كان محتاج فرناندو يحدد البنك اللي راح يسرقه، فكان يقوم بعمليات استطلاع وعمليات مراقبة حق البيئة اللي هو عايش فيها، مدينة العاصمة الأرجنتينية. وبعد فترة بسيطة من عمليات الاستطلاع حدد البنك اللي راح يسرقه، وكان بنكو ريو. البنك كان في منطقة غنية، واللي على الأغلب أن عملاء البنك راح يكونوا من الطبقة الغنية، فهذا كان واحد من الأسباب اللي خلى فرناندو أنه يختار هاي البنك. حاليا فرناندو اختار البنك اللي راح يسرقه، فظل أنه يختار الطريقة اللي يقدر يسرق فيها البنك. البنوك في حال قرر شخص يسرقها يكون عنده طريقتين واضحة. الطريقة الأولى أنه يقوم بعملية سطو مسلح على البنك، لكن واحدة من سلبيات هاي العملية أن الوقت اللي راح يسرق فيه البنك راح يكون قليل، وما راح يكون عنده متسع من الوقت أنه يسرق كمية كبيرة من الأموال والمدخرات، ناهيك أنه راح يكون متوتر وما أدري شنو الخطأ اللي ممكن يرتكبه في أثناء قيام هاي العملية. والخيار الثاني كان عنده، أو الخطة الثانية اللي كانت موجودة في باله، أنه يقوم بحفر نفق يؤدي إلى خزنة البنك، وهذه الطريقة راح تعطيه وقت أكبر أنه يسرق عدد كبير من الأموال، وراح يكون مرتاح في أثناء العملية. طبيعة الحال الموضوع ما راح يكون بهاي السهولة، إنه ممكن البنك يكون مزود بحساسات تراقب أدق تفاصيل عملية الحفر، فممكن قبل لا يبدون عملية السرقة أساسا يكتشفونهم. ولكن على كل حال فرناندو اختار الطريقة الثانية، واللي على الرغم انها راح تكون الأصعب، ولكن راح تكون مكافأتها أكبر بكثير من العملية الأولى، واحتمالية نجاحها راح تكون أكثر. فاستمر فرناندو بعمليات الاستطلاع اللي كان يقوم فيها عشان يحدد المكان المناسب اللي ممكن يحفر منه النفق. لكن في مرة من المرات لاحظ شيء ما كان ملاحظه من قبل، واللي هو أن على طول المدينة في فتحات للصرف الصحي، ولما تتبع خط المجاري لاحظ أنه يمر على البنك. من هذه اللحظة أدرك فرناندو بالطريقة اللي راح يقوم فيها بسرقة البنك. بدأ فرناندو باستكشاف أنابيب المجاري، واللي لحسن حظه أن قطر الأنبوب كان يوصل ل6 متر، اللي يعني حجم عملاق، حجم ضخم، راح يكون قادر انه يتحرك فيه على راحته. واكتشف ان الانبوب يمر مباشرة تحت البنك، فلا بد انه يستغل الانبوب في حفر النفق عشان تسهل عليه عملية حفر النفق، لكن ما كان عنده الخبرة الكافية انه يسوي كل هاي الامور لوحده، واصلا شبه مستحيل ان شخص واحد يقوم بهذه العملية كاملها. استعان فرناندو بصديق قديم له اسمه سباستيان بولستر. فرناندو اختار سباستيان لانه كان عنده المهارة الهندسية، ولأن سباستيان كان يكره البنوك بسبب خلاف شخصي قديم له، ما تردد أبدا في دخوله في عملية السرقة، رغم أن اثنينهم سواء فرناندو
أو سباستيان ما كان عندهم خلفية الإجرامية، لكنهم تشجعوا وبدأوا بتنفيذ عملية السرقة، ومثلوا اثنينهم أنهم زباين في البنك عشان يدخلون الخزنة، ويكون عندهم فكرة تصورية عن طبيعة الخزنة من الداخل والصناديق وشلون بيقدرون يفتحونها لما يوصلون داخل الخزنة. لكن سرعان ما استوعبوا أنهم اثنيناتهم ما راح يكونوا كفاية عشان ينجحون في عملية السرقة، فلو بد أن يضيفون شريك يقدر يساعدهم من ناحية مادية في توفير الأدوات اللي راح يستخدمونها في عملية حفر النفق وفي عملية فتح أبواب الخزنات اللي داخل الخزينة الكبيرة. بالإضافة أنهم محتاجين حق المخطط الخاص في الصرف الصحي من طرف البلدية، لأن هم كامل مخططهم ماشي على التقديرات، فممكن بشكل ما أن يغلطون في التقديرات وكل تعبهم يروح هباء منثورا. فمثل هاي النوع من العمليات لابد أن يكونون دقيقين في أدق التفاصيل. فلهذا السبب سباستيان وفرناندو راح يحصلون الشخص المناسب اللي راح يزودهم بالمعدات والمال بالمخطط الخاص في البلدية. هذا الشخص لليوم شخصيته مجهولة، ما تم اكتشافه ولا تم كشف هويته، ولكن الشخص المجهول الأول راح يلعب دور المنسق، راح يربط سباستيان وفرناندو مع الأشخاص المناسبين لأداء المهمات اللي محتاجينها. وأول شخص قدر يوفر لهم كان بينو ديلا توري اللي راح يغطي جميع تكاليف المهمة. الشخص المجهول أو المنسق قدر يحصل شخص ثاني اللي راح يساعد سباستيان بالأعمال اليدوية، وبكذي اكتمل جميع أعضاء العصابة. وراح أرجع أذكركم بأفراد العصابة مرة ثانية. فرناندو صاحب فكرة العملية، سباستيان العامل الأول والمهندس، الشخص المجهول الأول اللي يقوم بتنسيق العملية، ديلا توري اللي راح يزود العصابة بالمبالغ النقدية، والشخص الأخير لويس اللي راح يكون له دور مهم في أحداث القصة، بالإضافة إلى دوره المساعد لسباستيان في الأعمال اليدوية. الأربع الأشخاص الرئيسيين في المهمة قعدوا مع بعضهم البعض وبدأوا يرسمون على مخطط البنك بالأماكن اللي راح يحفرون فيها واللي راح يقتحمونها، واللي قدر لويس بطريقة ما انه يوفر لهم المخطط، ولكن الطريقة نفسها ما كانت معلومة، واساسا مو شيء مهم ان نعرف شلون قدر يحصل على مخطط البنك. بعد ما حددوا الاماكن اللي راح يحفرونها في المخطط على طول بدأوا بعملية الحفر، ولكن كان عندهم مشكلة محتاجين انهم يعالجونها، ولأن حتى لو قدروا يحفرون النفق راح يكون عندهم مشكلة انهم يعطلون الكاميرات المراقبة او الحساسات اللي ممكن تستكشفهم اول ما يدشون على الخزنة، اللي ممكن تكشفهم اول ما يدشون حق الخزنة. حاولوا يحصلون طريقة انهم يعطلون هذه الانظمة، لكن على كثر ما بحثوا ما قدروا يحصلون الطريقة المناسبة. فهني عرف فرناندو انه لازم يتخذ قرار ثاني وقرار شجاع ما في احد اتخذه من قبله. قرر فرناندو انه يدمج الخطتين مع بعضهم، انه يقتحم البنك وقت دوامهم وفي نفس الوقت يحفر النفق. لكن شلون بيقدر يسوي كل هاي في نفس الوقت؟ العصابة كملوا يحفرون النفق لأنه راح يستخدمونه في عملية خروجهم من البنك بعد ما يسطون عليه بشكل مسلح. تقريبا خذ لهم سنة كاملة وهم ينفذون الخطة. خلال هاي السنة حفروا النفق وشروا قوارب عشان تساعدهم في عملية نقل الأموال داخل الصرف الصحي، لأن داخل الصرف الصحي راح يكون في ماي، وهذا الماي راح يعيق حركتهم وراح يثقل منها، خصوصا لأنهم راح ينقلون معاهم أموال ثقيلة، فحركتهم راح تكون بطيئة وهم يحتاجون كل ثانية في عملية الهروب. أنا ناويين ينقلون الأموال إلى واحدة من فتحات المجاري اللي مجهزين فوقها عربة فان فيها فتحة من داخلها، عشان أول ما يفتحون فتحة المجاري على طول يدخلون داخل عربة الفان وما حد يقدر يلاحظهم إن طالعين من فتحة المجاري. في أثناء تجهيزهم لعربة الفان داخل منزل ديلا توري دخلت عليهم زوجته، واللي راح يكون لها حدث مهم داخل إطار القصة في المستقبل، فيكم تتذكرونها وما تنسون اللحظة اللي دشت عليهم داخل منزل ديلا توري. أفراد العصابة عصبوا بشكل شديد لما دخلت عليهم زوجة ديلا توري، اللي انصدموا انها اكتشفتهم
بهالبساطة. لكن ديلاتوري هدأهم وخبرهم انه واثق في زوجته، فما كانوا قادرين اساسا يسوون شيء، لانها اولا زوجة واحد من افراد العصابة، وثاني شيء ما يقدرون يتعاملون معها بشكل عنيف، لانها ممكن تروح تفسد عليهم عند رجال الشرطة وتنكشف العملية قبل لا تبدأ ويلقون القبض عليهم. فهاي الاسباب خلتهم عاجزين انه يسوون اي شيء تجاه زوجة ديلاتوري. بتاريخ 13 يناير من عام 2006 3 من أفراد العصابة اقتحموا بنك ريو الأرجنتيني، وعلى طول احتجزوا الرهائن من عملاء وموظفين البنك. والثلاثة اللي اقتحموا البنك كانوا فرناندو وديلاتوري ولوريس. سباستيان في هاي الأثناء كان داخل النفق في انتظار أمر من فرناندو عشان يقتحم خزنة البنك، ولكن الموضوع ما استغرق الا دقائق معدودة عشان توصل الشرطة ويحاصرون بنك ريو الأرجنتيني. ولكن بحركة ذكية من فرناندو قدر انه يوهم الشرطة ان خطتهم اساسا كانوا يقتحمون البنك بشكل سريع ويهربون من الباب. والحركة كانت انه ياخذ واحد من الرهائن وعلى اساس انه راح يطلع من الباب عشان يهرب، لكن لما يكتشف ان الشرطة محاصرين المكان يدخل داخل البنك. وبهذه الحركة الذكية الشرطة اقتنعوا ان اللصوص خطتهم يقتحمون البنك ويهربون منه بشكل سريع، لكن سرعان ما فشلت الخطة بسبب جهود الشرطة وحركتهم السريعة اللي وصلوا للبنك وحاصروا قبل لا يطلعون المجرمين. بهذه الطريقة أقنعهم فرناندو أن خطتهم باءت بالفشل. بالنسبة للعصابة العملية مشت في المسار الصحيح، لكن سرعان ما طلعت لهم عقبة، وهي أن واحد من رجال الأمن كان حابس نفسه في غرفة ورافض أنه يطلع منها. وعلى الرغم من أفراد العصابة عرضوا عليه عرض أنه بس سلم نفسك وإحنا راح نخلي سبيلك، ولكن تم رافض الفكرة. وبهذه الأثناء ظهرت شخصية لوريس العنيفة. أخذ واحد من الرهائن وبدأ يهدد انه راح يقتلها في حال ما طلع رجل الامن للغرفة. وعلى الرغم من تهديد لوريس الا ان رجل الامن رفض انه يطلع، لكن المرأة بدأت تبكي وتصيح وتخبر رجل الأمن وتترجى أنه يطلع من الغرفة عشان تشوف عيالها من مرة ثانية. في الأخير انصاغ رجل الأمن لطلبات العصابة وطلع من غرفته. أفراد العصابة على طول أخذوا سبيله وطلعوه من البنك، لدرجة أن رجل الأمن استغرب أن شلون أخذوا سبيله بهذه البساطة، وما كان مصدق ولكن ما كان قادر يقول شيء لأنه يبي حياته في الأخير. فطلع وعلى طول استقبله مدير عمليات الشرطة وبدأ يحقق معاه طبيعة الوضع داخل البنك حاليا. رجل الأمن خبر قائد العمليات أن داخل البنك في 3 مجرمين مسلحين، وعلى الجانب الآخر واحد من المجرمين كان يأشر على التلفون في علامة يخبر الشرطة أن يتصلون عليه على هاي الرقم. في هاي الأثناء فرناندو اتصل على سباستيان وخبره أنه يكسر جدار النفق ويدخل داخل الخزنة. أول ما دخل سباستيان داخل الخزنة استخدم جهاز هو صنعه بنفسه في تكسير أقفال الخزائن. وعلى الجهة المقابلة لوريس تواصل مع رجال الشرطة تحديدا مع قائد العمليات وخبره أن نيتهم كانوا يسطون على البنك بشكل سريع وياخذون الأموال ويهربون بسرعة، لكن تفاجئوا بسرعة استجابة رجال الأمن. هم الحين في موقف مو عارفين شلون يتعاملون معاه. الشيء اللي ما كان قادر يستوعبه قائد العمليات أن لوريس كان يتكلم معاه وهو خالي من مشاعر القلق والتوتر، ولأنهم كانوا قادرين يشوفونه بمنظار كانوا يشوفون لوريس حاط رجل على رجل في المكتب. هذا الشيء اللي ما كان فاهمه رئيس قائد العمليات. استمرت عملية التواصل بين لوريس وقائد العمليات، وكل شوي لوريس كان يختلق قصة جديدة وعشان يماطل ويكسب أكثر وقت ممكن. وفي واحدة من القصص لوريس أعطى رئيس قائد العمليات رقم واحد من الضحايا على أساس إنه رقم المحامي. لما اتصل رئيس قائد العمليات في هذا الرقم رد عليه لوريس وكان مغير صوته ومغير طريقة كلامه، ومثل إنه هو المحامي ومثل إنه حاليا جاي في الطريق عشان يتفاهمون على آلية تسليم المجرمين لأنفسهم. بهذه الطريقة قدر لوريس إنه يماطل لمدة 2 ساعات ويكسب الوقت اللي كانوا محتاجينها فرناندو وسباستيان عشان يفتحون أكثر من 100 خزنة. صحيح ان 100 صندوق ما كان الهدف اللي هم راسمينه في مخهم، لكن كان كمية لا بأس فيها. ما كانوا ناويين ان يطمعون اكثر لانه كان ممكن ينكشف امرهم وتفشل الخطة. اتصل لوريس لقائد العمليات لمرة اخيرة وخبره ان راح يسلمون انفسهم، ولكن عندهم شرط صغير لانهم راح يدخلون السجن لفترة طويلة
راح ينحرمون من الأكل الممتع، فطلب منهم بيتزا حقهم حق جميع الرهائن، وشرط عليهم ان البيتزا تكون من مطعم معين، وكان المطعم بعيد عن البنك عشان يكسبون وقت اكثر في عملية التوصيل. بعد ما وصلت لوريس الاتصال امر جميع الرهائن ان يبقون على الارض، واي واحد راح يحرك راسه على طول راح يطلقون النار عليه. وبعدها على طول راحوا حق الخزنة وتركوا جميع اسلحتهم اللي استخدموها في العملية داخل الخزنة، وعلى طول هربوا من النفق ووصلوا حق فتحة المجاري وركبوا حق الفان وذهبوا حق منزل ديلاتوري. اول ما وصلوا حق منزل ديلاتوري على طول فتحوا التلفاز عشان يشوفون نشرة الاخبار ويشوفون شنو صاير حاليا في البنك. تخيلوا اول ما فتحوا التلفاز شافوا ان رجال الشرطة لا زالوا خارج البنك، كانوا عندهم البيتزا اللي طلبها لوريس. قال العمليات ظل يتصل في لوريس عشان يخبر انه وصلت البيتزا، ولكن ما كان يحصل استجابة من لوريس. ظل يتصل مرة ورا الثانية الى ما ان يأس وقرر انه صار الوقت عشان يقتحمون البنك. خبر افراد الشرطة انه يكونون جاهزين ومتأهبين حق اي عملية اشتباك بالاسلحة مع العصابة. لما اقتحموا رجال الشرطة البنك كانوا متفاجئين ان ما عثروا على رجال العصابة، حتى لما دشوا داخل الخزنة ما اكتشفوا الفتحة اللي خرجوا منها افراد العصابة، لان قبل لا يطلعون منها كروها باطار الخزائن، فما استوعبوا وين راحوا افراد العصابة. هذا اللي خلاهم يشكون ان افراد العصابة قدروا بطريقة ما ان يختبئون بين الرهائن. على طول جمعوا جميع الرهائن وبدأوا من يحققون معاهم كلهم على انهم مجرمين، ولكن سرعان ما اكتشفوا فتحة النفق فعلى طول اخذوا سبيل الرهائن. البنك قدروا حجم المسروقات ب 19 مليون. المجرمين على طول وزعوا الغنيمة بين بعضهم البعض، وكل واحد منهم راح في طريق منفصل. بعد فترة بسيطة رجال الامن القوا القبض على ديلاتوري بعد ما وشت فيه زوجته. اللي حدث خلاف بسيط بينهم لان زوجة ديلاتوري اخذت مبلغ كبير من الغنيمة يقدر تقريبا 300,000 دولار. ديلاتوري ما كانت مشكلته ان زوجته تستخدم الاموال من الغنيمة، لكن كانت مشكلته ان في هذا الوقت كان المفروض ان ما تبين عليهم علامات الغناء، فكان حريص في صرف الاموال. ولما خبر زوجته انه ترجع الاموال اللي شالتهم زوجته رفضت، فديلاتوري خاف ان زوجته تكرر العملية مرة ثانية فاخذ الاموال وخشوهم برا المنزل. ولهذا السبب زوجة ديلاتوري قامت ووشت عليه. لما حققوا رجال الامن على ديلاتوري رفض قاطع انه يوشي باصحابه، لكن ان زوجته التقت فيهم مرة في الوقت اللي كانوا يجهزون فيه الفان، فرجال الامن قدروا ان يتعرفون على هوياتهم من خلال زوجة ديلاتوري والقوا القبض عليهم. وتخيلوا ان جزء كبير من الاموال رجال الامن ما قدروا ان يسترجعونه، لان بكل بساطة رجال العصابة رفضوا ان يعترفون في المكان اللي مخبين فيه المبالغ النقدية. اغلب افراد العصابة انحكم عليهم باحكام بسيطة واللي اساسا ما طبقوا العقوبة بشكل كامل. فعلى سبيل المثال فرناندو وسبستيان قضى في السجن 2 فقط وخرجوا منه على خلفية السلوك الحسن. لوريس وديلاتوري قضى فترة حكم أطول شوي، لكن تبقى فترة قصيرة على القضية اللي سووها، وقضوا في السجن تقريبا بين 6 إلى 8 سنوات. والأكيد اللي خلوهم يحصلون على هذه الأحكام البسيطة هو أن الأسلحة اللي استخدموها ما كانت أسلحة حقيقية، كانت أسلحة مزيفة. فرناندو حط احتمالية أنه ممكن ينمسكون، فقرر أنه يستخدمون أسلحة مزيفة عشان في حال المسكوا ما ينحكمون بأحكام كبيرة، لأن الاستخدام الأسلحة الحقيقية راح يعطيهم حكم كبير. فلهذا السبب قرر فرناندو أنه يستخدم أسلحة مزيفة. جميع أفراد العصابة طلعوا من السجن، والأكيد أنهم تهنوا بالمبالغ اللي سرقوها. وبهذه كانت نهاية قصتنا. أتمنى في حال المقطع عجبك تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة. هذا كان كل اللي عندي اليوم، ومع السلامة.